دكتورة في الجامعة سألت الطلاب بتوعها في يوم من الأيام: هل الحب إحساس أم اختيار؟ معظم إجابات الطلاب قالت إن الحب إحساس. كان رد الدكتورة إنهم لو فضلوا مقتنعين إن الحب مجرد إحساس بس، علاقتهم بالناس اللي بيحبوهم هتنتهي في أقرب وقت، وممكن ما تطولش، مش هتقعد فترة طويلة، هتنتهي العلاقة بتاعتهم بسرعة. بعد كده حكت لهم عن استطلاع رأي عملته لشوية ناس متجوزين ومنفصلين ما بين طلاق أو انفصال عاطفي. كل اللي شاركوا في هذه التجربة أو الاستطلاع ده اعترفوا إن جالهم لحظة في حياتهم وحبهم للطرف التاني قل، وممكن كمان يكون اختفى. مر عليهم لحظات ما كانوش فيها سعداء مع شركاء حياتهم، والكل اعترف ان المشاعر شيء متغير جدا، ومش منطقي ابدا انك تبني حياتك بالكامل على شيء ملوش اساس ثابت ومتغير زي المشاعر. طيب السؤال المنطقي، ما هو في ناس بتكمل حياتها، في ناس جوازها بيكمل وبيكونوا سعداء في حياتهم. فردت عليهم الدكتورة وقالت: الناس اللي حسوا الاحساس ده لما عملت معاهم الاستطلاع قالوا ان هم لما حسوا بالملل وتغيير المشاعر قرروا ان هم يتكلموا مع بعض، قرروا ان هم يلاقوا لغة حوار مشتركة وارضية مشتركة علشان يقدروا يكملوا حياتهم بسعادة مع بعض. اختاروا ان هم يعملوا حياة حابين ان هم يعيشوها. على الجانب الاخر الناس اللي اتطلقوا ببساطة خدوا القرار ان هم يمشوا. وده الفرق ما بين الحب كمشاعر والحب كقرار وعهد. على فكرة سهل جدا انك تحب حد وتتوتر وتعرق وقلبك يدق وعينيك تلمع وتفرح لما تشوفه وتزعل لما يختفي. حلاوة البدايات دي بتستمر معاك لفترة. سهل انك تقع في الحب، وقتها هتشوف كل صفات الشخص اللي قدامك جميلة ومش هتشوف فيه اي عيوب خالص، كل عيوبه هتكون مستورة تحت نور الافتتان بالحب. امال ايه الصعب؟ الصعب انك تلتزم بالحب ده لما نور البدايات يخلص ولمعان البدايات ينتهي والمشاعر تبدأ تنطفي، وتلاقي نفسك لسه بتحب تكون مع الشخص ده وتصاحبه وتكلمه وتحكي له، وفي عز ما الدنيا تكون جاية عليك وحاسس انها وحشة لسه كل يوم قادر تشوف فيه حاجة جميلة وحاجة مختلفة وحاجة مبهرة بالنسبة لك. كل يوم بتشوفه أجمل حد في الدنيا وأحسن حد في الدنيا وألطف حد في الدنيا وأحن عليك من كل الدنيا. لسه قادر بعد شهور وبعد سنين تحكي له وانت مطمن وحاسس ان قلبه عليك وخايف عليك. لما تحس ان انت نفسك تتعب علشانه وعاوز تتعب علشانه، والاجمل ان انت تحس ان هو كمان عايز يتعب علشانك، وانت تفضل تختاره مهما الحياة اتغيرت وهو يفضل يختارك مهما الحياة اتغيرت. ده الصعب، ان انت تفضل تشوف حبيبك كل يوم جميل اجمل من في الكون. واحدة من الحضور سألت الدكتورة: بس انا خايفة يا دكتورة، خايفة في يوم من الايام اصحى الاقي اللي كان معتبر ان انا دنيته كلها ومحور حياته الاقيه اتغير عليا، او انا نفسي اتغير عليه، ما يشوفش لمعة عيوني ولا لهفتي عليه وما يحسش بحبي ليه لان انا مش قادرة. وقتها هيكمل معايا شوية لحد ما يلاقي البديل، وقتها هنا هيسيبني ويمشي. انا خايفة كل واحد. وكان الرد من حد تاني قال: الحب هو الصحبة. لو فكرت هتلاقي ان ادم كان بيدور على الصحبة، كان عايز ونس، علشان كده ربنا خلق له حواء. الحب اختيار واعي منك ان في شخص معين دونا عن بقية خلق الله يستاهل انك تتعب علشانه، ويستاهل انك تعمل مجهود علشان تحاول تحافظ عليه في حياتك. شخص واحد بس بيجي في العمر مرة واحدة بس، قلبك اختاره تولف حياتك على حياته. وفي المقابل الحب شعور جميل بس لو هتقدر تكمل فيه.